ديالها والحضور ديالها لتخليد يعني هذا الشكل النضالي اللي كتخوضوا حركه 20 فبراير كشكل ديال الاستمرار وكشكل ديال التاكيد ديالنا على المطالب ديال الجماهير الشعبيه، على مطالبها العادله والمشروعه. يعني قلت كان الشكل النضالي اللي كنخوضوه اليوم هو كيجي في سياق يعني الاشكال النضاليه اللي كتخوضها حركه 20 فبراير وفاء لشعارنا الذي رفعناه يعني من نهار 20 فبراير، هو ما نفكينش يعني حتى تحقيق كل المطالب العادله والمشروعه ديال الجماهير الشعبيه والشعب المغربي البطل الذي لا زال يعني يقدم التضحيات ويقدم الضرائب ويقدم كل يعني الامكانات من اجل يعني تحقيق هذه المطالب. يعني قلت هذا الشكل النضالي هو تاكيد، هو يعني ترسيخ يعني الثقافه ديال حركه 20 فبراير بعيدا على كل الاشكال ديال الهجومات، الاشكال اللي كتحاول انها تشوه يعني حركه 20 فبراير ونضالات الشعب المغربي بما هما يعني ناس يثيرون الشغب، ناس يعني موالين كيخدموا اجندات خارجيه، ناس كتمولهم يعني منظمات خارجيه ويسعون يعني للزعزعه ديال الاستقرار ديال هذا البلد اللي هو اجمل بلد في العالم، اللي هو بلد ربما يعز السائح ويذل الفلاح والمواطن البسيط، بلد اللي اصبح فيه المقدم وفيه ربما يعني المخازني كيقمع يعني الاستاذ ويقمع الدكتور ويقمع كل المواطنين الشرفاء، لا لشيء الا لانهم يطالبون بمطالبهم العادله والمشروعه. يعني كما تبعتم جميعا يعني في هذه الاشهر الاخيره من بعد 5 اشهر يعني من غياب الحكومه، 5 شهور والشعب المغربي عايش بلا حكومه بلا برلمان بلا حتى شي حاجه. يعني اصلا حنا عارفين شكون اللي كيحكم وشكون اللي كيسير هذه البلاد، اما ديك الحكومه فهي كتبقى محكومه وهي اصلا بهرجه وكراكيس لا لشيء الا للضحك على ابناء الشعب وخلق ديك المهرجانات الموسميه ديال الانتخابات ودور الصرف ورشي هذا وعشي هذا ودبر على هذا باش تكون الانتخابات، وفي اخر المطاف اللي كيحكم راه معروف. والدليل هو واش كاينه عباد الله شي بلاد في العالم الحكومه ديالها انسحب منها حزب عنده ثاني اكبر عدد الحقائب وبقات الحكومه 5 شهور وحنايا غاديين والعامزين ونغماواتاي واستوديو دوزيم وكل شيء بخير. ومن بعد جابوا لنا 39 وزير. دخلت عليكم بالله واش كاينه شي حكومه في العالم فيها 39 وزير؟ واش عباد الله ولاو دابا ديك المياه والغابات والطاقه، المياه بوحدها الغابات بوحدها الطاقه بوحدها، وما تتفاجئوش مستقبلا الا كنا 40 مليون نسمه غتولي 40 مليون وزير، وزير لكل مواطن باش يتصنت له المشاكل ديالو ويشوف شنو عنده وكذا. يعني قلت اصلا من بعد هاد ال5 اشهر كان الاخراج زعما الضحك على المغاربه بواحد الشكل، واحد الشكل زعما مستفز. 39 وزير ولا جمعنا ديك الميزانيه ديال ديك الوزراء عاوتاني وقسمناها، شحال غتخدم من معطل، شحال غتبني لنا من سبيطار، شحال غتعيش من عائله، شحال غتبني من دار، شحال غتخرج من اسره ساكنه في القوادس مع الطوبات في الجهه ديال بير الشفا، وشحال من واحد عايش في براكه ربما غنلقاو الملايير. والمشكل هو ان ديك الناس غيبقاو يشدوا التقاعد اللي ما كيشدوش عامل دوز حياته كامله في الكونفيكسيون ولا في المعمل وكيخرج كيشبر 2000 درهم وما كيستافدش من التقاعد، حيت اصلا هذاك اللي كان مخدم ودوز به 5 سنين ولا 10 سنين ما مديكلاريش، و15 عام الثانيه عاد ديكلارا، وملي كيجمع عدد النقط كيلقى عنده 2000 وهو خصو 2300 هو الحد الادنى باش عاد يبقى يستافد من النظام ديال التقاعد. واش ماشي الضحك عباد الله علينا زعما بواحد الشكل كاننا زعما قطيع ما كنفهموش، زعما عادي كل شيء بخير. ولكن قلت حنا في 20 فبراير حلفنا من الاول، ربما رفعنا شعارات ورفعنا مطالب، ما حققناش بزاف د الحوايج. كنا كنقولوا محاربه الفساد والاستبداد والحريه والعداله الاجتماعيه وما تبقاش الحقره وتولي الديمقراطيه ويخدموا المعطلين ويقراو التلاميذ
والناس اللي ما ساكنينش مزيان يسكنوا مزيان، والخضرات رخاص والعيشه تزيد وكل شيء يتبرع، ولكن ما حققناش لانه اصلا يعني بالنسبه للحرب اللي خداها النظام مع الحركه ومع الشعب ربما كانت حرب فيها الاعلام، فيها القمع، فيها الحباسات، فيها التشويه، ولكن حققنا حاجه وحده، وهو اننا حلفنا نبقاو نفضحوا هذا الشيء قدام عباد الله. على الاقل احنا كنفضحوا داكشي اللي ما كيتقالش في الدوزيم، داكشي اللي ما كيتقالش في التلفازه، احنا كنقولوه لكم، وسيروا نتوما وقلبوا على الحقائق، واش هادشي اللي كنقولوه حنا صحيح ولا هاد الهضره هادي حتى حنايا راهي كنكذبوا عليكم باش نجيو نقولوا لكم شي حاجه. راه ما غنجيو نقول لكم صوتوا علينا، ما غنجيو نقولوا لكم حتى شي حاجه، حنا كنديروا هذا الشيء في اطار واجب نضالي، لاننا قرينا وفهمنا وعرفنا بان السياسه هي كتمارس علينا كاملين، انت والاخر والاخر، وهذاك اللي كيقول لك تدخل مين مرتاح وما تمشي غير اللي يحطوك فيران، راه كدير عليه السياسه، راه كتمارس عليه، وراه حتى هو ربما كيتعرض لابشع انواع ديال التقتيل اليومي في هذا الشيء ديال الزيادات، في هذا الشيء ديال الضرائب المباشره والغير المباشره، في هذا الشيء ديال الاعلام اللي كيحاول ما امكن يكلخ الجماهير. وربما لاحظتوا يعني هذا الاسبوع ديال الكره ربما الصوره كانت معذره وما نحاولوش اننا نزيدوا نهضروا، ولكن كتبقى هذه كلها اشكال كيحاولوا من خلالها انهم يعني بحال شي مرة شارفه وكيديروا لها المكياج باش تبان زوينه، باش يبان بان المغرب راه مزيان وعنده صدى على المستوى العالمي وكل شيء كيهضر عليه، في حين ان في هذه الفتره هذه كاين اساتذه اللي كيقريو ولادكم واللي كيقريو ولاد الشعب، واللي في واحد الوقيته في الذاكره الشعبيه ديالنا ملي كنا صغار كنتلاقاو الاستاذ في راس الدرب كنعلقوا كنخويو، لان كنا كنحترموا الاساتذه للدور المعرفي والعلمي اللي كيقدموا والرساله اللي كيأديوها. حاليا في الرباط هذه 4 الاسابيع والدمايات ديالهم كتسير في شوارع الرباط لا لشيء الا لانهم يطالبون بمطالب عادله ومشروعه. يعني قلت اذا كان الدوزيم نهار اللي تاهلت الرجاء للدومي فينال 35 دقيقه عباد الله في الاخبار ديال الوحده ولا رب، و35 دقيقه ومني بدات الاخبار حتى الثلاث غير الرجاء، غير الكره، غير النشاط، ها هو شاط، غير الوالده صيفط العاقه، وغي في حين ان الاساتذه ديك النهار كانوا كيتعتقلوا والسادات كيتمرمتوا في وسط الشارع، والقمع موصلات هادو على الاساتذه. نقولوا حنايا يقولوا علينا مشاغبين والله ما نعرف، رغم اننا ماشي مشاغبين بل مناضلين كناضلوا من الى جانب الجماهير من اجل تحقيق المطالب ديالها. شنو الاساتذه غيقولوا عليهم عاوتاني؟ شنو معناتها انه تشد 17 الاستاذ تعتقلهم؟ شنو معناتها انه مخازني ما عندوش حتى الشهاده غير الاستاذ يفرشخو ويخلي الدمايات ديالو كتسير في الرباط؟ شنو معناتها؟ ما عندها حتى شي معنى. اللهم انها الشعار ديال المرحله اللي دويرعف. واحد الهضره كنا كنقولوها ملي كنا صغارين في راس الدرب، اللي دويرعف هي الروغه اللي سائده الان. الاساتذه هضروا تقمعوا، المعطلين هضروا تقمعوا، الطلبه هضروا تقمعوا، كلشي كيتقمع، الفراشه هضروا تقمعوا، الناس ساكنين في الكريانه عباد الله، ساكنين في كريان في البرارك، جاو قالوا لهم خصكم تخويو حيت غيديروا منطقه صناعيه، غيجيبوا شركه امريكيه دير البياس ديال الطير في الشيا ديال النواصر في كازا حدا المطار، ويا ريت هاد الشركه غتجي تخدم الناس بشي ثمن هو هذاك اللي يقدروا يعيشوا مزيان ويديروا اسر ويتبحبحوا شي شويه والدور العاقه. بالعكس كيجيو كيخدموك ب 1500 درهم ولا 2000 درهم، والربح كيديوه لبلاداتهم كيصرفوه على الصحه وعلى التعليم وعلى كل شيء باطل. وحنا هنايا الا مشيتي لمحمد الخامس والله حتى تمر، مشيتي تمشي لمحمد الخامس صحاح مع شي واحد مريض والله تتخرج من تما مريض غير بالريحه الخنس، غير بالريحه الخنس، غير كل باياص فيه 3 ديال المرضى، وتصور السيد مازال مريض رجلو مقطعه ولا ما نعرف، كيقولوا لك بغيتي خرج تمشي في حالاتك راه خلي واحد يجلس في بلاصتك. يعني قلت ربما الوضع مزري، ولكن هذا الشيء هذا ما كيقولوش، بالعكس هما كيقولوا كل شيء مزيان وكل شيء هو هذاك، غير حنا اللي شبعنا خبز، وحنا اللي زعما شريت علينا راسنا، وحنا اللي زعما سخن علينا الراس، بغينا اننا نمشيو للحباسات وبغينا اننا نناضلوا. حاليا كاين 5 ديال الطلبه وصلوا ل 48 يوم اضراب على الطعام عباد الله، وتصور انت واحد ما واكلش 46 يوم ديال الاضراب على الطعام.
على حتى حاجه. علاش؟ لانهم كيطالبوا بالتعليم اللي يلقاو فيه ولاد الشعب ذاتهم، تعليم اللي يستافد منه كل شيء، في حين انه في مراكش وصلوا مناضلين 38 يوم اضراب على الطعام، في الحسيمه واصلين 12 يوم. تصور بنادم ومخليه كيموت، ديك اللعبه ما يخليهش كيموت زعما، راه تما ما يجاوبلوش على المطالب ديالو، ولكن ما يخليهش يموت. ضروري السيروم، ضروري شويه ديال الكنينات، ضروري كذا باش ما تموتش، لانه ما باغيش يعني بالنسبه ليه يتفضح يعني هاد السياسات ويبان الوجه الحقيقي ديالو. قلت يعني هناك الكثير والكثير، ربما اصبحنا نخجل من اننا نعاودوا نذكروا بكل هذه الحقائق، لان فعلا الوضع ربما ما يحتاجش منا يعني هذه النقاشات، وما يحتاجش منا يعني اننا يعني نناقشوا ونزيدوا نناقشوا في هذا الشيء. ربما الامور واضحه، كيبقى ان الجماهير الشعبيه ان ولاد الشعب خصهم يعني يثيقوا في الامكانيات ديالهم وينوضوا يطالبوا بمطالبهم العادله والمشروعه، ويتثبتوا يعني بخط المقاومه وبخط ديال المجابهه وبخط ديال الاصطدام وبخط ديال التشبث بمطالب هذا الشعب اللي ضحى بمجموعه من المحطات واللي عطى الشيء الكثير في سبيل يعني التحرر والانعتاق يعني في هذا الشكل النضالي. يعني كانوا حاضرين معنا يعني مجموعه المناضلين اللي هما معتقلين سياسيين سابقين من مدينه الدار البيضاء، اللي تنقلوا من اجل المساهمه يعني في هذا الشكل النضالي. هو يعني في الاخير يعني نحيي كل الجماهير الشعبيه على الصمود ديالها وعلى الالتفاف ديالها يعني على اشكال حركه 20 فبراير، ولا زلنا مستمرين وسنستمر يعني في كل الاشكال النضاليه حتى يعني تحقيق يعني مطالب يعني هذا الشعب، وتحقيق يعني مجتمع يعني تسود فيه كل قيم الانسانيه والحريه والديمقراطيه والعداله الاجتماعيه، وان يحترم الانسان كانسان، وما نبقاوش مجتمع ديال العبيد اللي كيخلينا يعني اننا نعيش في شروط يعني اكثر ما يقال عنها هي انها شروط لا انسانيه. وتحيه نضاليه، فليتفضل احد معتقلي